يا مساء الانوار. لو بتعملي صينيه البطاطس باي طريقه، انسي اي طريقه عملتيها بيها وخليكي معايا واعملي الطريقه دي بجد. صينيه البطاطس باللحمه يا جماعه، توديها كيف حته تانية الطريقه دي، وطعم تاني وطعم قديم بتاع زمان، وحاجه كده جامده اخر حاجه. فاول حاجه هنجيب البصل، هنقطع بصلتين كبار وهندعكم بالملح والفلفل الاسمر، ونقطع اللحمه بتاعتنا، نحاول ما تبقاش حتت كبيره، تبقى صغيره شويه عشان تستوي بسرعه. و... ولو لحمه ملبسه زي كده هتبقى جميله قوي. اللحمه الحمراء عامه مش حلوه، يعني بتحسيها مليفه كده في الاكل. خلاص، فانتي هنا هتجيبي اللحمه تحطي عليها ملح وفلفل وسبع بهارات. دي التوابل اللي احنا نستخدمها، وما تكتريش، يعني حاولي ما تكتريش كمان من الحاجات دي، من التوابل. بعد كده هقطع البطاطس والطماطم ونشوف بقى احنا هنعمل ايه. حطيت البصل، حطينا عليه اللحمه، هنحط عليه بعد كده شرايح طماطم. بتدي طعم كده الطماطم كمان لما بتستوي تحسيها طيبة على البخار. يعني كل الحاجات دي مكمورة كده في وسط بعضيها زي ورقة اللحمة كده، بس بالطريقة بقى اللي كان بيعملوها امهاتنا وجداتنا وكده. ف بصراحة لو جربتيها مش هتندمي. طعم البطاطس كمان طالعة عاملة زي الزبدة، شاربة من بهريز اللحمة كويس. آه، بتدوب في البق، اللحمة دايبة في البق لان انتي جايبة من جزار كويس، فاللحمة بتاعته بتبقى كويسة. كده يعني. فهرص بقى طبقة البطاطس ونشوف بقى هنحط ايه. نحط كمان طبقة طماطم تاني على الوش بعد ما اخلص كمية البطاطس. بعد كده نعمل بقى الطماطم بتاعتنا. يعني تضربي شفشق طماطم في الخلاط، اللي هو نص كيلو مثلا او نص شفشق او كده بطاطس، ما تحبش الطماطم الكتير. خلاص. او لو عندك صلصة، بتطلعي كيس الصلصة من الفريزر اللي انتي مفرزاها وتحطيها تسخن، تحطي لها مثلا كوباية مية، كوباية الازازة الصغيرة دي بتاع الشاي، وتحطي التوابل بتاعتك ملح وفلفل ودوم توم، على كده مفيش اي حاجة تاني. وشوية الزيت اول ما تغلي هتحطيهم على البطاطس و... وتسيبيها بقى تستوي. دي عكس صينية البطاطس بالفراخ، ان انتي بتعملي تقلية بصلصة وتحطيها عليها. لكن هنا لا، احنا حطينا الطماطم بس كده اول ما تغلي، علشان يعني ايه، نسرع في عملية السوا. نغطيها كويس جدا زي ما بنكمر ورقة اللحمة كده بالورق الزبدة ورق الفويل وكده. وبعد كده نغطيها بالغطا ونحطها بقى على النار هادية. عايزة تدخليها الفرن كان بيها حلو قوي، بس انتي طيبيها على البوتاجاز هتبقى جميلة برضو. انا عملتها على البوتاجاز، دخلتها في الاخر ايه، اتشمع. اول ما بتتشمع يعني بدخلها الفرن تتشمع، انا الانبوبة فضيت مني في الوقت ده فما خدتش اللون المحروق اللي انا كنت عايزاه. غرفتها، اللحمة طالعة دايبة جدا زي الزبدة، والبطاطس جميلة جميلة بجد، شاربة من كل حاجة فيها. لو وصلتي معايا لحد هنا متنسيش تعملي لايك وتعملي كومنت حلو وتعملي اشتراك للقناة، وتفعلي زر الجرس عشان يجيلك كل الفيديوهات بتاعتي. شوفوا يا جماعة، بطاطس باللحمة كل حاجة عاملة زي حاجة كده جميلة بجد، يعني بألف هنا يا رب كده. آه، الوصفة دي من الحاجات اللي هي بترجعنا الطعم بتاع زمان. استنوا فيديوهات جديدة.